السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة ان شاء الله، داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوين اللي كتكتبوا ليا، كيشجعوني بزاف. واليوم انا جيت ان شاء الله باش نخدم معكم الكعك الوجدي، زوين بزاف، كيجي زوين وهشيش ومقرمش في نفس الوقت. اليوم ان شاء الله غادي نخدموه مع بعض. عندي هنا جوج البيضات كبار، الا ما عندكمش البيض كبير بالحجم الكبير غديروا 3 ديال البيضات وواحد القبيصه ديال الملحه. نقرب لكم باش بهذا الشكل، واحد القبيصه ديال الملحه. عندي واحد الكاس ونصف ديال الزيت، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، كاس ونصف ديال الزيت، وكاس ونصف ديال سكر حبيبات، واحد الكاس الا ربع ديال السمسم او الزنجلان اللي كيكون مصهد واحد شويه، واحد المعلقه كبيره ديال النافع اللي حتى هي كنكونوا مصهدينها وطحنينها. انا طحنها باش تخرج ديك النكهه ديالها، كتجي زوينه بزاف. وواحد الكاس ونصف اللي كناخذ واحد القشره ديال الليمون اولا ديال البرتقال على هذا الشكل، كاس ونصف، وكنديرو تيغلي. انا خليتها في الكاسرول باش تشوفوا كيفاش درتها، باش كتطلق ديك، كيجي منسم بالنسمه ديال الليمون. وعندي واحد 3 ديال الخميرات ديال الحلويات، وواحد شويه ديال السمسم اللي كنعزلو وكنخليه باش نزين به. وعندي واحد الكيلو ديال الدقيق اللي كنكون مصفيه اولا مغربلاه. ودابا غادي نبدا في المكونات. انا ضفت البيض، غادي نضيف سكر حبيبات، عندي هنا كاس ونصف. غادي نخدمهم مزيان حتى تذوب هاد الزبده. عاد نضيف الزبده مع البيض والسكر، عاد نضيف الزيت، غير باش ديك الزبده ديك الزبده كتطلق، والسكر حتى هو تيذوب. وغادي نضيف دابا الزيت، كاس ونصف، كلشي كنديرو كاس ونص، كاس ونصف لكل السكر. اللي بغات تنقص من اللي ما كيبغيوش الحلاوه يقدروا يديروا كاس، ينقصوا داك النصف كاس، يحيدوه يديروا غير كاس ديال السكر. غادي نخدم هادشي مزيان. من بعد ملي كنخدمها كنضيف داك الكاس ونصف ديال، اللي بغات دير عصير البرتقال ديرو تخدم به حتى هو. انا ضفت داك الكاس ونصف ديال الماء اللي درناه اللي غلينا به قشور ديال البرتقال، وغادي نضيف الزنجلان والنافع ونخدمهم مزيان. صافي، ونبدا نضيف الدقيق والخميره ديال الحلويات. انا الدقيق عندي هنا معبور، غادي نضيف خميره ديال الحلويات، صافي، وندخل هاد الدقيق. صافي، انا جمعت هذاك الكيلو ديال الدقيق. غادي نديرها في واحد البلاستيك ونبدا
ونبدا نشكلها. نشكلوها دابا مع بعض. انا قطعتها هكا باش تبقى ليا ما تنشفش، تنشكلها على خاطري. وغادي ناخذ على هذا الشكل ونبدا نقطعه. بغيتو ديروهم كبار تديروهم، ولا بغيتو ديروهم صغار كديروهم. وكندير واحد الحريبلات بحال هذا الشكل، واحد البودان تيكون رقيق على هذا الشكل. كنجيب موس اولا مقص وتنقطع هذا الرويس، وتنبدا هكا. تنجي هاد البليصه اللي حليت هي الاولى تندخل على هذا الشكل. هانتوما بغيتو ديروا الدميلجات اللي كيكونوا كبار كديروهم. انا كنفضلهم يكونوا ماشي كبار بزاف باش كيجيو زوينين وحلوين في الحطه صافي. وهذا الشيء اللي هذا هو الكعك الوجدي. نشوف على هذا الشكل. وكنجي وكنقطع بحال كنشنفهم من الجنيبات. تنجي هنا وتنقرص، تنعاود نضغط. اللي بغات دير هنا ديك عويد ديال القرنفل ولا كديروا، اللي بغات تخليهم غير عاديين هما من الافضل غير هكا سامبل، لانه كيجيو زوينين للفطور الصباح. تيجيو كسكروط ديال العشيه تحطوهم مع قهوه كيجيو زوينين ولذاذ. صافي الفيديو راه شارح نفسه، راه باين وسهلين واقتصاديين، ما فيهمش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. هانتو غادي نبقى حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو. صافي من بعد ما تنكمل الاشكال ديالهم على هذا الشكل تناخذ واحد البيضه. الا بغيتو ديروا لها القهوه سريعه الذوبان اولا شويه ديال الكاكاو المور صافي. وكندهنهم على هذا الشكل. نحاول ندهنهم مزيان باش يعطيونا داك اللويم، راكم عارفين اللون الذهبي. وغادي ناخذ داك شويه ديال داك السمسم اللي كيبقى اختياري، بغيتو تخليوهم بركه كتكتفيو بداك الشيء اللي عندكم اللي درتو في الوسط راه كتكتفيو به. بغيتو تزينوا شويه كتزيدوا لهم الجنجنه كتزيدوا. يجيو على هذا الشكل. والفران عندي شاعل باش كيسخن. عافيه من التحت ومن الفوق حتى كيسخن الفران مزيان. غادي نخليه نقص عليه باش يطيبوا على المهل، باش يطيبوا حتى من الوسط. ونطفي الفوقانيه ونخليهم يطيبوا على راحتهم باش يتحمروا كاملين من الجوانب. وهاد المره درنا الكعك الوجدي، ومره اخرى نديروا الكعك المسفيوي ونديروا الكعك المخمر، حيت كاين واحد اخر، كاين شكل اخر اللي تيديروا فيه الخميره تيقولوا له الكعك المخمر، حتى هو تيجي زوين وتيجي زعما هشيش وزوين. نجربوه ان شاء الله مره اخرى مع بعض. ايوا هذا هو الكعك. ودابا انا غادي نكمل هاد الكميه كامله. عندي واحد الصني اخر حتى هو غتخرج لي تبارك الله كميه لا باس بها. وانا دابا غادي ندخلو للفرن وانتم معايا الاخوان والاخوات. شكرا لكم بزاف، ما تنساوناش من اللايكات، الله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات، ما خسرتوا والو الا درتوا داك اللايك. وشكرا لكم بزاف، كنشكركم من هذا المنبر. كاملين الناس كتشجعوني وكتكتبوا لي كلام زوين، الله يجازيكم بخير.
على هذا الشكل. هانتوما دابا انا كله زينته على هذا الشكل وغادي ندخلو للفرن ان شاء الله. وهانتوما معايا وقولوا لي الا جربتوه، ضروري تكتبوا لي في لي كومونتير تقولوا لي كيف جاكم الكعك الوجدي. يلا هانتوما معايا حتى يطيب ان شاء الله. نتلاقاو في طبق التقديم. هانتوما خوتي وخواتاتي، ها الكعك ها هو وجد، تيجي زوين بزاف. سمعوا التقرميشه وهانتوما التحمار محمر حتى من الداخل، لان العافيه كتكون مهيله. نتمنى باش يعجبكم، ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش علينا باللايكات، الله يجزيكم بخير، والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش الفائده تعم الجميع. وان شاء الله هاد المره درنا الكعك ديال وجده، ومره اخرى غادي نديروا الكعك المصفيوي اللي كيجي غزال. انا كيعجبني حتى هو، تيكون منقوش تيجي رائع. وكل مره نجيب لكم الجديد. والسلام عليكم.